يسعد مساكن. اليوم طبختي رح تكون السباكيتي بالخضار. هاي الأكلة كتير محبوبة عندي وعند ولادي. كتير طيبة، بتمناكم تجربوها على طريقتي، كتير رح تحبوها. هلأ بنبلش بطريقة التحضير. أول شي ببلش بتقلاية البصل مع الثوم بربع كوب زيت زيتون، والزيت طبعا إذا نشف شوي منزيد. بعدين بقلي البصل كتير منيح مع الثوم، وبس لحتى يبلش اللون عندي، لون البصل يصير زهر، بنزل عليهم صدورة الدجاج. وهلأ بنزل عليهم التوابل. ضفت أنا الفلفل الأسود، الكاري، البابريكا، ضفت الأوريغانو، ورشة ملح صغيرة لأنه بدي أرجع ملح بعدين. بقلبهم مع بعض مثل ما انتو شايفين، وبوطي الغاز شوي عليهم. بعد ما يتقلى معي صدر الدجاج، بضيف فوقهم الفطر، وبقلبهم مع بعض كتير منيح. وبنزل عليهم الفليفلة الحمرا مع الخضرة المفرومة ناعمة. واختياري إنكم تضيفوا معلقتين كاتشب كبار، بتعطيها نكهة كتير طيبة. فيها طعمة حلاوة، هي الطعمة كتير طيبة إنها تكون موجودة بالسباكيتي. وضفت مكعب كامل من مرق الدجاج. وآخر شي بنزل بالبندورة المفرومة. بتركهم أول شي على نار عالية، بعدين بوطي النار على حرارة وسط. بدي إياها تسمك معي، يسمك معي الصوص، تنشف عندي المي. ما تنسوني من دعمكم واشتراككم بقناتي، ولا تنسوا تتفاعلوا معي. مثل ما لكم شايفين، أنا هيك بدي الصوص يكون عندي متسبك مزبوط، وهيك الصوص صار تمام. وبعد ما استوى الصوص، جهزت المعكرونة اللي هي سباكيتي، وبضيف فوق الصوص. يعني ما بقدر خبركن قديش الروايح بتشهي، لازم تجربوها لحتى تعرفوا قديش هي طيبة. بقلبن كتير منيح مع بعض، بعدين بحطن بالبايركس، وبتزينوها بالجبنة الموزاريلا، وبتدخلوها الفرن، بتحمروا يعني الوش بس، لأنه هي كلها مستوية. بنحمر بس الوش لحتى تعطينا هيك قرمشة للجبنة طيبة. وصحتين وألف هنا.
لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس، وأهم شي ما تنسوا تعملوا هاي الوصفة لأنه كتير رح تعجبكم. ومع السلامة.